هو بطبعه جبان، جبان من خسارتك، وجبان من مواجهتك، وجبان من الحقيقة. بيعرف يلبس قناع حلو قوي لدرجة انك بتشك في نفسك واحساسك ما بتشكش فيه. وطول ما انت عالي عمره ما هيسيبك، وطول ما انت مفيد هو موجود جنبك. لكن اول ما تقع هيختفي وهيتحول قاضي علشان يجلد فيك ويحبطك. اكيد عرفتوا لمسة النهاردة هنلمس مين ونتكلم عن مين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمسة روح النهاردة هنتكلم عن صفة صعبة جدا وبشعة جدا في المجتمع بتاعنا، وهي النفاق. النفاق مش مجرد كذبة ولا ابتسامة مرسومة على وش بيخبي نية سودة. النفاق بيكون حالة إنسانية خطيرة جدا بتعيش في المجتمع بتاعنا، لكن صاحبها عايش بنسختين أو ب3 أو بأكتر من 2 أو 3. نسخة بتضحك قدامك، ونسخة بتطعن وراك، بتتكلم وراك، بتجيب سيرتك، ونسخة بتقولك أنا معاك، ونسخة بتستنى أول فرصة علشان تقع فيها علشان تشمت فيك. المنافق هنا مش دايما صوته عالي، بالعكس أغلبهم بيكون هادي جدا ولطيف جدا معاك. بيعرف بجد يختار كلامه عشان يعرف يدخلك بيه ازاي، وبيعرف امتى يقولك ربنا يوفقك. هو من جوه بيتمنى لك انك تقع، بيتمنى لك السقوط في اي حاجة في حياتك، بيتمنى لك الفشل. وبيعرف يلبس قناع حلو قوي، وكمان بيكون محترف لدرجة انك ما بتبقاش فاهم هو فيه ايه. انت لدرجة انك بجد ممكن تشك في احساسك وتشك في نفسك كمان، ومستحيل تشك فيه. النفاق وجع خفي، وجعه مش في الضربة اللي بتجيلك منه، وجعه في الخيانة نفسها، وجعه في الشخص اللي انت في يوم من الايام ما فكرتش ان هو ممكن يخونك او يضحك عليه. والاصعب من كده انه بيمشي جنبك فترة طويلة من غير ما تحس، بيشاركك ضحكتك ويسمع همك ويعرف كويس قوي نقط ضعفك، وبعدين بيستخدم كل ده ضدك لكن في الوقت المناسب. على فكرة، المنافق مش شجاع، بالعكس. لو كان شجاع كان قال اللي جواه بوضوح قدامك، كان واجهك. لكن هو جبان، جبان من خسارتك، جبان انه يواجهك، وجبان من الحقيقة نفسها ان هو يقولها قدامك. علشان كده بيقولها من وراك. وعشان النفاق دايما مرتبط بالمصلحة، طول ما انت بالنسبة له كويس ومفيد وبيستفيد منك، هو هتلاقيه جنبك في كل وقت. وطول ما انت منور له حياته، هو عمره ما هيسيبك. لكن صدقني، أول ما تقع وفي أول مشكلة هتلاقيه اختفى من جنبك، ولو ظهر هيبقى جلاد وقاضي، وهيفضل يجلدك بكلام ويكبتك ويحبطك. لأن النفاق مش بس في الكلام، أحيانا بيكون في الصمت، في السكوت. اللي يسيبك تتكسر وهو واقف يتفرج عليك وما بيدافعش عنك، وهو قادر إنه يسمع عنك كلام غلط ويسيب الصورة تتشوه كده قدامه، ده أكبر منافق. والمؤلم في الموضوع إن المنافق دايما بيطلع في شكل قريب، صديق، زميل في الشغل، وكل القرب ده منك هو سلاحه الحقيقي ليك، لأنه بيكون ماسك عليك كل حاجة ممكن تأذيك. لكن خليني أقول لكم إن في حاجة مهمة جدا. النفاق مش دليل قوة صاحبها، أو إني أنا عشان أكون منافقة إن أنا قوية جدا قدامك. بالعكس، ده دليل فراغ جوايا. الإنسان اللي مش راضي عن نفسه بيضطر دايما يمثل إنه مش واثق في قيمته، بيحتاج يرضي الكل حتى لو خان نفسه. والحقيقة إن النفاق متعب جدا، متعب جدا، لدرجة إن صاحبه عمره ما بيرتاح، بيفضل في دوامة العمر كله لأنه مش راضي، عشان طول الوقت خايف القناع ده يقع من على وشه. لأن هو بيمثل إنه شخص محترم، شخص خلوق، شخص بيحبك، شخص واقف جنبك، وخايف يتكشف، وخايف يبان على حقيقته قدامك. يمكن ربنا يسمح لنا نقع مع المنافقين،
بس الوجع ده هيعلمنا إن إحنا دايما نقرا اللي بين السطور، ونصدق الأفعال مش الكلام، ونعرف إن اللي بيحبك بجد مش هيحتاج يمثل، ودايما تصدق إحساسك. صدقوني، امشوا ورا إحساسكم، لأنه بيكون أصدق من أي كلام. النفاق مرض قلب، والقلب لو مرض كل التصرفات هتفسد. علشان كده ربنا ما وصفش المنافقين بوصف بسيط، قال في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. صدق الله العظيم. وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقصد أدنى درجات النار، لأن ذنبهم مش كفر وبس، ذنبهم بيكون خديعة وكذب وتمثيل وازدواج في الشخصية، وكل ده كمان تحت مسمى الإيمان بالله. والحقيقة المؤلمة إن المنافق فاكر نفسه ذكي، فاكر إن لعبته ماشية، بس هو أول واحد مخدوع، لأن اللي بيخدع نفسه عمره ما هيشوف الحقيقة. النفاق بس مش في الدين، في العلاقات، في الشغل، في الصحوبية. يعني بلاش تكذب وتقول كلام مش في قلبك، أو تظهر عكس اللي جواك، وتبيع مواقفك علشان ترضي الناس. المنافق دايما متلخبط، لأن مواقفه مش ثابتة، ملهاش جذور، واقف على أرض مهزوزة، وأي ريح هتكشفه. وأكتر حاجة بتكشف المنافق هو الامتحان، يعني وقت الشدة، وقت الخسارة، وقت الغياب. الصديق بيبان، والمنافق برضه بيبان، لأن بيكون على وشه قناع بيقع في الشدة. خلوا بالكم، مش كل ابتسامة يعني حب، ولا كل كلمة طيبة يعني النية صافية. والقلوب دايما بتتقري بالأفعال مش بالشعارات. ربنا ما أمرناش نفتش في نوايا الناس، لكن علمنا حاجة حلوة قوي، إن احنا نحمي نفسنا منهم. وعلمنا إن النقاء مش غفلة، ولا الطيبة ضعف مننا، وإن كل كلمة محسوبة علينا، وكل تمثيل ليه تمن، وكل قناع هيجيله يوم وهيقع. اختاروا دايما الصديق، حتى لو قاسي، حتى لو وجعك. اختاروا الوضوح، اختاروا الصراحة، حتى لو خسروكم الناس، لأن الخسارة مع الصدق شرف لينا، والمكسب مع النفاق والكذب هزيمة، هزيمة مؤجلة هيجي وقت وهتنكشف. ولما تكشف النفاق اوعى تزعل، واوعى تحزن لما الأقنعة دي كلها تقع. يمكن الوجع هيكون قاسي، بس الحقيقة عمرها ما كانت عدو. النفاق بيكشف لنا مين يستاهل يقرب، ومين وجوده كان اختبار مش نعمة، وبيعلمنا ان الصدق مش سهل، بس هو الطريق الوحيد اللي ما بيتكسرش في نصه. خليك صادق، حتى لو بقيت لوحدك، حتى لو خسرت الناس كلها، لأن القلوب النظيفة عمرها ما تندم إنها كانت على حقيقتها. واللي نافق واللي خسر مش انت، اللي خسر نفسه قبل ما يخسرك هو المنافق. دي كانت لمسة روح، مش بس عن النفاق، لكن كانت على النقاء اللي بيستحق نحافظ عليه، وعن قلب اختار الصدق حتى لو بيتوجع. دي كانت لمستنا النهاردة. كنت معاكم سحر علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.